تعرفوا تعرفوا ان صيام يوم عاشوراء ده اصلا من قبل البعثة. كانت قبيلة قريش وسيدنا محمد كانوا بيصوموا يوم عاشوراء لغاية ما اتفرض علينا صيام رمضان. فسيدنا محمد قال طالما في صيام رمضان اذا احنا هنستبدله بصيام عاشوراء وما عادش هنصوم عاشوراء. وفضل سيدنا محمد على الحال ده بيصوم رمضان وما عادش حد بيصوم عاشوراء لغاية قبل وفاته، لحد ما سمع ان اليهود بيصوموا عاشوراء. فسأل، قال يعني اللي حواليه اسألوا كده ليه هم ليه بيصوموا عاشوراء. فعرف منهم ان سيدنا موسى ربنا نجاه في اليوم ده، فقال احنا احق باللي احنا نصوم عاشوراء منهم. وبس بدأوا يصوموا عاشوراء تاني لحد قبل وفاته بسنة. ورد عنه انه قال ان عشت العام القادم لاصومن تسعاء كمان. وفي اهل العلم فسروا ده بانه هيصوم تسعاء بدل عاشوراء مخالفة لليهود، وفي اللي قال هيصوم الاثنين مع بعض. وفي احاديث بتقول انه من صام عاشوراء فليصوم يوم قبله ويوم بعده، ودي احاديث ضعيفة. حديث يعني ده ضعيف وبس، ضعفه اهل العلم. يعني يا اما نصوم عاشوراء مع يوم قبله او يوم بعده او 3 ايام ورا بعض، وده حديث ضعفه اهل العلم. وهو خلاصة الموضوع يعني صيام يوم عاشوراء صيام مستحب. واحنا كلنا بنحب يعني نصوم لان لنا اماني ودعوات، وللصائم دعوة حين يفطر، والصيام اجر، كلنا بنحب ناخد اجر ونتقرب لله. وبس كده.